انا واحد من الناس، يعني مش عايز اقول اتخدعت في زيزو او اتخدعت في تفكيره. كابتن وحضرتك بتسمع الارقام دي 80 لا 100 خزعبليه خزعبليات الزمن. لا كبيره جدا، كبيره على منتج الدوري المصري. لما هداف الدوري 12 جول ياخد 60 70 مليون. طب انا بنهزر ولا بنتكلم بجد بقى؟ 65 دول بيلعبوا في الدوري الانجليزي، والله العظيم بيلعبوا في الدوري الانجليزي وبيطلعوا نار من بقهم بقى. معلش يعني لو كان زيزو جدد في اوضه لبس الزمالك كان هيحصل برضه نفر في اوضه اللبس بتاع الزمالك. الاهلي كان طول عمره الناس هي اللي بتروح له، الناس هي ممكن يكون عقده اقل شويه فالناس بتروح على ايه؟ على اسم الاهلي. طبعا دلوقتي لا، النهارده الناس بتروح الاهلي بيدعي على عقود في مصر مرعب، شماله وبيمينه وبدماغه وكل حته بيجي. هو الحته دي المفروض يكتبوا عليها حسام حسن. انا بشوف ناس ما بتعرفش تلعب بس ابوه دافع له فلوس في القطاعات. كتير جدا، القطاعات كلها بدون استثناء. لعيب لما بيبقى مركز انا اللي هلعب هو اللي بيلعب، لكن هقعد بقى اقول اصل المدرب ما بيحبنيش، طب اصل فلان ما بيحبنيش. اعذار. يعني انت شايف اعمل اللي عليك وسيبها على اللي فوق. هو محمد صلاح ده في تشيلسي ما اتظلمش؟ اتظلم طبعا، ده كان بيعيط. هو لو ما عندوش اصرار وعزيمه كان هيرجع يلعب في الدوري المصري. محمد صلاح معمول له تمثال في متحف الشمع في انجلترا اللي هو اجمل متحف في العالم. ما اتعملش في بلده.